إلهي، من ذا الذي يعذبني إذا رحمتني؟ ومن ذا الذي يقربني بسوء إذا نجيتني؟ ومن لي يا رب إذا قطعتني؟ يا من هو فوق عباده ظاهر، ويا من هو مطلع عليهم وناظر، ويا من هو منهم قريب وحاضر. مولاي، ارحمني في حشري ونشري، واجعل مع أوليائك موقفي، وفي وسط أحبابك حسابي، وإلى جوارك مسكني. فكم من عبد عصاك فتبت عليه، وكم من صاحب كبيرة تعرض لمعروفك فنظرت برحمتك إليه. فإن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. مولاي، إن كان كثر مني الزلل فتجاوز واقبل مني قليل العمل. يا منى قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو نزلته معاكم. يا رب تكونوا في صحة وفي احسن حال. جايلكم ان شاء الله في فيديو جديد ويوم جديد. اللهم صل على النبي بقى كده. اول حاجة هنعملها في اليوم بتاعنا هنشغل الغسالة، عشان خاطر كان عندنا شوية هدوم كده محترمين. حطينا الصابونة البيضة بتاعتنا، وحطينا كوباية من العجينة اللي احنا كنا شارينها مع بعض في الفيديو بتاع المشتريات. وهننزل بقى بالاوكسي. وبعد كده هنشغل حبايب قلب الغسالة وهنشوف هنعمل ايه. اوعي تستعجلي حبيبه قلبي وتحكم على الفيديو كده اول ما تشوفيه. الفيديو بتاعنا مليان شغل، مليان حماس، مليان كده حاجات من اللي كلنا بنحبها. إيه، اللهم صل على النبي. مسكت بقى كده الغسالة شغلتها، وهنجيب بقى الهدوم اللي تبقى نظيفة وتبقى بيضة. ما تحطيش اول ما تحطي كده، مثلا لو عندك هدوم متبهدلة او حاجة بتاعت الاولاد مش ينفع تحطيها كده في اول دور. اول دور ده مثلا تجيب الحاجات اللي هي الالوان او البيضة اللي تكون نظيفة. جبت بقى كده ايه الحاجات البيضة والوان بس نظيفة مش فيها اي حاجة خالص. حطيتها كده معايا اول دور. هشغل بقى كده الغسالة عشان ورانا حاجات كتير قوي عايزين نعملها. عاملين ايه حبايب قلبي؟ طمنوني عليكم في الكومنتات. والله الفيديو اللي فات ده معرفتش انزله لان بصراحة كنت تعبانة، ما كنتش اللي هو قادرة اصور. فقلت ايه حبايب قلبي هيستحملوني كده، بس بصراحة بيوحشني تعليقاتكم، بيوحشني كلامكم الجميل اللي بيجبر الخاطر. ربنا يا رب يكبر بخاطركم بحق ما انتوا بتكبروا بخاطري، اللهم امين. شايفين بقى الرغوه كده بقى والجمال والهدوم بتطلع كده، بصوا شمعة منوره والله. الخلطه بتاعتي المعتاده دي ما شاء الله عليها، والغساله بتاعتي دي ما شاء الله. كانت اختي حبيبه قلبي بتقول لي انت بتغسلي كم مره على الغساله دي في الاسبوع؟ والله يا حبيبه قلبي ساعات 3 مرات، ساعات 4 مرات، على حسب. على حسب ما انا مثلا جالي نفسي اغسل عليها، وعلى حسب عندي هدوم مش عندي هدوم. بس ممكن من 3 4 مرات كده في الاسبوع. فالله المستعان. كده بقى الغساله بتاعتي كانت فصلت، قلت ايه اما اطلع اول دور قبل ما اروح اعمل اي حاجه واتلخم، عشان خاطر انا بحب اخلص شغل البيت وكده. اكون انا مخلصه الغساله. طبعا انا كنت صاحيه من الساعه 8 الصبح. كنت عايزه اصحى بدري اكتر من كده لان الجو حر، والشغل بتاع الحر ده بيجيب للواحد ارهاق اصلا وبيخلي الواحد عنده طاقه سلبيه. فقلت لا، هو 8 حلو. وصحيت 8 وقلت بقى ايه، استعين بالله كده واشوف بقى اعمل ايه. افتح الشبابيك اشوف عندي حاجه متبهدله اروقها. لقيت عندي بصراحه كوم غسيل، قلت لا اشغل الغساله بتاعتي. إيه، كان عندي المواعين من قبلها بيوم بالليل في المطبخ. طبعا زي ما بقول لكم انا كنت تعبانه، اللي هو قلت لا بقى ان شاء الله هصحى بكره باذن الله اشغل الغساله كده وايه واعمل مواعين جنبها. مفيش حاجه بتمنعني ان انا اسيب المطبخ بتاعي نضيف زي الفل من بالليل، غير بصراحه الشديد القوي ان انا كنت تعبانه ومش قادره ان انا اعمله. فبقول لا، مش هضغط على نفسي واعصابي واسيبهم لتاني يوم ان شاء الله ايه اعملهم. الحاجه مش هتطير صدقيني، يعني لو انت تعبانه مش تضغطي على نفسك، مش تيجي على نفسك. الحاجه هتستنى مش هتطير. دخلت بقى على حبه المواعين بتاعتي دول، قلت بقى كده اما اغسلهم حوالين الغساله كده وهي شغاله. والله المستعان بقى كده ايه لحد ما الغساله بتاعتي تكون فصلت اكون انا عملت حبه المواعين دول. هما مش كانوا كتار قوي ولا كانوا صغيرين قوي، بس كانوا مبهدلين الحوض وكانوا بصراحه مبهدلين المطبخ. فانا ما حبيتش منظرهم كده، فقلت لا استعين بالله كده واعملهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
ما تنسوش حبايب قلبي تصلوا على النبي كتير في الكومنتات، يمكن حد كده يقرا التعليق بتاعكم وتاخدوا ثواب. وربنا يا رب يرزق كل مشتاق بما يشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. ويجعل سعادة الدنيا تحت رجليكم وما بين ايديكم يا حبايب قلبي. بالله عليكم بقى كده مش تأثروا مع اختكم باللايك وبالاشتراك في القناة، لان بصراحة القناة اليومين دول كده مش عارفة حبايب قلبي بيأثروا معايا ليه، بس انا عارفة ان انتوا مش هتزعلوني وعارفة ان انتوا هتكبروا بخاطري. واهم حاجة كومنتاتكم القمر اللي زيكم اللي بتفرحني وبتسعدني. كانت اختي حبيبة قلبي، انا مش فاكرة الكومنت او والله، بس جيت ادخل عشان اجيبه لقيت النور قطع عندنا الواي فاي بتاعنا فاصل. كانت يعني ايه قايله لي ان حماتها قاعده معاها، اتكلم عن الحما اللي هي قاعده مع مرات ابنها 15 سنه واللي هو فيه تقريبا بينهم وبين بعض مشاكل، يعني بينها وبين حماتها مشاكل. المشاكل مش جايه من جوزها بس جايه من حماتها، فعايزاني بقى اتكلم عن حاجه زي كده. فبصي يا حبيبه قلب اختك، اتعاملي انت بما يرضي الله، اتعاملي انت باللي ربنا يسألك عليه. دايما انا بقول لكم كده في الكومنتات، اعملي انت الطيب، ما تقدميش انت حاجه وحشه من عندك. اوعي تقدمي اي حاجه وحشه من عندك. خلي من عندك انت دايما الكويس، خلي من عندك الطيب والمعروف. ما تحاوليش على قد ما تقدري ان انت تردي الاسى باسى. مش تحاولي على قد ما تقدري ان انت تردي مثلا ان حد يعمل فيكي حاجه وحشه بحاجه وحشه، لا. لا والله ربنا موجود، هو اللي بيخلص حق كل واحد، هو اللي بيجيب حق المظلوم، هو اللي بيرد غيبتك. هو بصي مطلع على كل شيء. فمش تحاولي ان انت لا انا اجيب حقي، لا انا ارد، لا لا والله العظيم. صدقيني مفيش احسن من الطيب والمعروف. وكمان دي حماتك يعني، هتتكلمي هتقولي ايه طيب. وجوزك لو اتخانق معاكي عشانها هو كده مش وحش، هو كده ملام، لان دي والدته. ما ينفعش ان هو ينصف مراته على امه، حتى لو مراته مش غلطانه. هيجي مثلا بينك وبينه يقول لك طب معلش طب استحملي. بس مش هينفع لو يجي مثلا قدام امه ومثلا يزعق لوالدته ان هو مثلا يقول لك لا انت مش غلطانه. صدقيني برضو حتى مهما كان ان هي غلطانه معلش استحملي. وما تجيبيش اللوم على جوزك، لان صدقيني جوزك ملام. والله العظيم جوزك ملام. لان دي مهما كان والدته زي ما بقولك، فاي كلمه هيقولها لها هتبقى وحشه منه ان هو يتكلم مع والدته، أو ممكن بقى لو هي بتتفاهم وبتتكلم ابنها بقى يتكلم معاها ويقول لها مثلا طب ليه انتي بتعامليها كده، طب ليه مثلا في طريقه وحشه ما بينكم، طب انتوا ليه مثلا مش تبقوا كويسين مع بعض، ان احنا كمان عايشين. يا جماعه ده هي كمان عايشه معاه في نفس الشقه، مش في بيت، لا في نفس الشقه. يعني حماتها عايشه معاها في نفس الشقه. فمعلش حبيبه قلبي انتي استحملتي ده كله، خليكي كده جدع وخليكي لحد الاخر واستحملي ومعلش، وان شاء الله باذن الله ربنا هيعوضك خير. ولو مش عوضنا في الدنيا هيعوضنا في الاخره، وعوض ربنا لنا في الاخره احسن بكتير صدقيني. فربنا يا رب يهدي لك حالك ويصلح لك حالك ويهدي لك بالك ويهدي لك جوزك اهم حاجه ويهديها لك يا رب، اللهم امين. اللهم صل على النبي. الواحده لما بتكون شايفه الناس اللي حواليها بيتعاملوا معاها مش كويس او كده، اي نعم نفسيتها بتتعب وبتتدمر، بس لو جوزك بيطبطب عليكي، لو جوزك كويس معاكي، لو جوزك بيقولك اخر اليوم كلمه كويسه بيهون عليكي، فانا بقولك استحملي. استحملي ومعلش وخليها عليكي، لان انت في يوم من الايام هتبقي مكانها. فمعلش يا حبيبه قلب اختك كده، ربنا يا رب يعطيكي قوه استحمال على قد ما تقدري. واستحملي ومعلش خليها عليكي. بصي اقولك على حاجه، الحمول التقيله للستات الاصيله، وانتي اكيد طبعا اصيله، عشان كده ربنا رزقك بحاجه تقيله زي كده. فربنا يا رب يعينك ويقويك ويقدرك على اللي انت فيه. طبعا زي ما انتم شفتوا كده بقى غسلنا حبه المواعين المحترمين بتاعتنا. وانا مسحت الرخامه كده ليا جهان كده، مش غسلتها زي كل مره، لاني حبايب قلبي انا كنت قربت على ميعاد الغدا، وكده كده انا هعمل سمك فالدنيا هتبقى كلها زفاره. فقلت بدل ما اغسل الرخامه دلوقتي والسيراميك ومش عارف ايه، وارجع تاني بعد الغدا اغسل السيراميك واغسل الرخامه وكده، لا استنى على نفسي شويه. شايفين بقى ما عادش كانش فيها إلا تقريبا 3 4 ادوار كده على الارض. بحب كده اخلي هدومي ايه على الارض كده ايه اسويها على بعضها. ورحت بقى كده الصاله بتاعت القعده، فتحت الشبابيك بتاعتي بقى. يا سلام بقى على حبه الطاقه الايجابيه يا بنات اللي بتقولي كده من الشبابيك. ويا سلام بقى لو فتحت الشاشه كمان على شويه قران، بس الاشاره بتاعتي كانت بايظه وما كانش حد صح الا انا واحمد بصراحه. فالصاله بتاعتي ما كانتش اوحش حاجه، بس كانت بس عايزه ايه تتنفض كده، المساند تتساوى كده، الدنيا تتروق كده. عشان خاطر ايه، ساعه ما بنصحى بنقعد في المكان ده، بنتغدى في المكان ده. بصراحه ما بنحبش نقعد في البيت كله غير في المكان ده، الصاله بتاعه القعده دي. ما بنحبش نقعد خالص عند الركنه بصراحه.
فالاستاذ احمد بقى كان قاعد كده عامل زي البسريايه كده قاعد قالع. ربنا يا رب يشفيه، بالله عليكم كده تدعوا له حبايب قلبي، ربنا يشفيه ويعفى عنه يا رب، ويكمل شفاء على خير، اللهم امين يا رب العالمين، ويبارك لكم في اولادكم ويطرح لكم فيهم البركه كده، ويجعلهم سند صالح لكم في الدنيا يا رب، اللهم امين. إيه سويت بقى كده المساند. انا يا بنات والله ما بحب اكنس غير بالمقشه العاديه، وبعدين المكنسه عندي بتعمل صوت، وكانوا البنات وباباهم كانوا لسه نايمين، كان جوزي هيروح الشغل في اليوم ده متاخر شويه، فقلت ايه بلاش بقى اعمل صوت وكده واقلقهم، اسيبهم نايمين احسن، لان بصراحه لما بيصحوا بقى بيلخموني، ويفضل بقى احمد يضرب فيهم هم يضربوا فيه، فقلت لا احمد معايا كده مقدور عليه، يعني بقدر عليه. مسكت بقى كده المقشه بتاعتي وقلت بقى اما اكنس القعده بتاعتي كده كنسه حلوه. إيه اللهم صل على النبي، كانت الاوض نظيفه بس مكان نومهم بس، بعد ما صحيوا سويت السراير، والريسبشن كان نظيف وكان زي الفل، ما كانش فيه اي حاجه، وكنت ماسحه البلكونه بتاعته وكانت الدنيا زي الفل. بصراحة يا بنات اللي محتاجة تتعمل بجد وانا مكسلة عليها مش عارفة ليه، عشان خاطر مش بنفتحها ولا بنيجي جنبها، الأوضة الإضافية والبلكونة بتاعتها. البلكونة بتاعتها اللي هو بلم اللعب أكنسها كده وخلاص، بس بصراحة عايزة مسحة وعايزة مرشة كده حلوة، فربنا يعيني يا رب ويقويني كده وامسكها كده ايه، اوضبها توضيبة حلوة بإذن الله إن شاء الله. إيه مسكت بقى الطرقة كمان خدتها معايا كده، ما كانش فيه بصراحة حاجة غير الطرقة والصالة دي والسراير، قلت لما البنات وباباهم يصحوا اسوي السراير بقى كده ايه على مهلي، انما الاوض كانت نظيفه والشبابيك وكل حاجه كانت نظيفه. بصوا بقى، بصوا بقى الطاقه الايجابيه اللي بتجيلي كده من المنظر ده والشباك مفتوح كده والدنيا رايقه. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب على نعمه الصحه اللي انت مديها لنا، ربنا يا رب يدومها علينا نعمه. الغساله بقى يا حبايب قلبي كانت فصلت، طلعت بقى الهدوم اللي في المنشفه، وهخرج كده الهدوم اللي في الغساله عشان هناخدكم بقى معانا كده نتفسح كده عند الفرن. قلت بقى كده ايه، ما صدقت ان انا ما لقيتش حد عند الفرن كده بيشوي، فقلت اخد اخواتي وحبايب قلبي جوله كده هناك. عايزه اعرفكم على كل حاجه انا عايشه فيها هنا بصراحه. عايزه اقول لكم حاجه يا بنات، انا مثلا لما باجي اعمل معاكم طبخه بسيطه، او مثلا يعني بوريكم اليوم بتاعي ماشي ازاي، مش والله العظيم عشان اعرفكم ان انا مثلا لا ده انا حياتي بسيطه، لا ده انا مش لاقيه، لا طبعا. ولما باجي مثلا اجيب معاكم اكله كويسه او حاجه، مش ان انا بقى عايزه احسسكم ان انا حياتي بقى ايه فايف ستار بقى لا والله يا بنات ولا كده ولا كده، انا عايزه اوريكم حياتي على طبيعتها، مش عايزه اصنع فيها حاجه، لان بجد ايه انا بحس ان انتوا اخواتي وعيلتي، حاسه ان انا عارفه كل اخت فيكم، فانا بوريكم حياتي كده على طبيعتها، مش بحاول ان انا امثل او ان انا اخدعكم في حاجه، لا هي دي حياتي وهي دي عيشتي. اقل حاجه انا راضيه، ولو عندي احسن حاجه انا راضيه، في كل الاحوال انا راضيه الحمد لله والشكر لله. فربنا يا رب يرضيكم ويرضى عنكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه، اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب يرزق كل مشتاق بما يشتاق يا بنات، لان بجد ما حدش يحس بالموضوع ده غير المحروم من الاطفال، ربنا يا رب يرضيهم ويرضى عنهم ويبعت لهم كده الذريه الصالحه. واي اخت مش معاها اولاد مش تفكري ان كده ربنا بيعاقبك او حاجه، لا، ربنا ليه حكمه يا حبيبه قلب اختك في كل حاجه بيعملها، ربنا قادر على كل شيء، قادر انه بصي يبقى كون فيكون كده في ساعتها. فانت اهم حاجه اوعي تيأسي، قولي يا رب وادعي ربنا وارفعي ايدك في السماء وتذللي كده لربنا، وباذن الله باذن الله ربنا هيرضيكي باحسن حاجه في الدنيا ان شاء الله. جبت بقى كده حبه رز، ده طبعا الرز البلدي بتاعنا يا بنات لازم ان انا انقيه، بيبقى فيه مثلا رز شعير، بيبقى فيه قشر، بيبقى فيه مثلا طوبه او حاجه، فبجيبه بقى في الصينيه الكبيره دي انقيه كده براحتي. ما كانش تقريبا فاضل غير دور يا بنات او دورين والله مش فاكره بصراحه، فقلت بقى انقي الرز بتاعي كده عشان خاطر اغسل السمك واخده وانزل اشوي. طبعا بقى السمك عندنا مثلا بنتصل بالراجل اللي هو بيبيع السمك وكده، بيجي لنا لحد البيت، بناخد منه السمك اللي احنا عايزينه. اللهم بارك يا بنات، كان اليوم ده السمك ما شاء الله عليه. طبعا بقى الشتاء قرب يجي، السمك بقى هيبتدي يحلو، لان السمك بيبقى وحش في ايام الصيف، تبقى بطنه مش حلوه. السمك ده يا بنات كانت بطنه ما شاء الله سمينه وكان جميل. كانت ليا اخت على القناه كده كانت بتقولي انت ليه مش بتفتحي قلب السمك؟ حبيبه قلب اختك لما قلب السمك بيتفتح السمونيه اللي فيه بتروح. في ناس طبعا بتنضفه وبتحشي قلبه وكده وبتشويه، انما احنا لما بيكون السمك سمين كده وحلو وطازه بنحب نشويه بقى كده، وينزل بقى النزازه بتاعته كده بقى، يبقى شفتوا السمنه البلدي يبقى زي السمنه البلدي. بقى الف هنا وشفا على قلوب كل اللي كلوا منه يا رب، اللهم امين. وربنا يرزقكم برزق عيالكم ويرزق ازواجكم برزقكم يا رب، اللهم امين. وعلى قد ما تقدري حبيبة قلبي مشي العيشة كده وخلي الدنيا تمشي، لأن الدنيا صعبة والرجالة مضغوطة، معلش على قد ما تقدري، لو قادرة إن انت تستحملي استحملي،
لو قادره ان انت تخليها تيجي عليكي شويه، معلش خليها تيجي عليكي شويه. بالاخص مثلا لو عندك اولاد، ما تخليهمش يحسوا ان البيت ده مضغوط، ان في دايما مشاكل، ان في دايما ضغط نفسي، لان صدقيني الاطفال بيحسوا بكل حاجه. فبجد بلاش نخلي عيالنا يحسوا بحاجه زي كده. دايما نخلي عيالنا ما يحسوش بالمشاكل اللي ما بيننا وما بين باباهم. دايما مش نخليهم يحسوا مثلا لو في مثلا ضغط فلوس، ضغط في المعيشه كده، لا. هم ما لهمش ذنب في ده كله، هم عايزين يعيشوا كده ايامهم. طبعا انا باخدكم لفته كده، طبعا انا كنت بنشر الدور بدور، بس ما عرفتش ان انا ايه اوقف معاكم الستاند. كان بقى ما عادش الا دورين، قلت بقى ايه ابقى انشرهم كده مع نفسي. جيت بقى هنا غسلت السمك يا حبايب قلبي، وتعالوا بقى يلا هنزلكم كده بقى نتفسح مع بعض، نروح عند الفرن. الفرن طبعا بصوا في الخلفي على طول عندنا في الشارع اللي ورانا، في بيت عمتي، يعني عمة جوزي اللي هي اخت حماية. نزلت بقى كده، خدت السمك بتاعي كده بقى ونزلت. شقة ماما اللي عدت دي، هي تحتي على طول، شقتها تحتي على طول. ربنا يا رب يديها الصحة وطولة العمر ويبارك فيها يا رب، اللهم امين. بصراحة يا بنات انا كأني مش معايا حما، ربنا يهديها يا رب. هنا بقى الناس بصوا، ده الرز يا بنات، ان شاء الله لما نيجي نعمل الرز بتاعنا هوريهولكم. الناس بتبقى حاطاه كده على مشمعات يتشمس، وبعد ما يتشمس بيعبوه بقى في شكاير ويربطوه كده بقى ويعينوه، ووقت ما يعوزوا يبيضوا ياخدوا كده الشكارة يروحوا يبيضوها. ده بقى الفرن بتاعنا اهو. لازم طبعا اطلع التراب اللي فيه كله عشان يبقى فاضي كده من تحت اعرف اشوي فيه. و... وجبت بقى حبة قش. ولازم بقى ان انا احمي الفرن حامية كويسة جدا عشان لما السمك يدخل الفرن ما يتحرقش. حبيت قوي ان انا ايه اصور لكم حاجه زي كده، بس بالله عليكم ما تنسوش كده الدعم لاختكم في القناه باللايك والاشتراك في القناه. ربنا يا رب يكبر بخاطركم، اللهم امين. واليوتيوب يا بنات بيحكم على الفيديو مجرد ما بينزل، يعني مجرد ما الفيديو بينزل إيه، لو مثلا لقى اقبال عليه بيرفعه، لو ما لقاش اقبال على الفيديو بيموت الفيديو. فعشان كده انا ببقى انزل لكم منتدى قبلها، عشان خاطر حبايبي واخواتي يعرفوا انا هنزل الفيديو امتى. قلبت بقى السمك بتاعي كده في الرده، معلش بقى لو التصوير بيتهز كده، بس كانت سلمى بنتي اللي كانت ماسكه التليفون، وبصراحه ما كانتش عارفه تمسكه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا انا بحط قش من فوق ومن تحت عشان خاطر السمك بتاعي يتحمر من فوق ومن تحت، ويبقى ايه ما يلزقش كده في الفرن. ولا يعلى يا بنات عن الشويه بالفرن الطينه، بجد انا عندي فرن الغاز فوق، بس انا بعشق السمك في الفرن الطينه. بجد اللي ما جربوش ما كلش سمك مشوي قبل كده اصلا. ما شاء الله اللهم بارك. انا يا بنات على فكره كنت عايشه في مدينه، مش كنت عايشه في حته ارياف. وعمري ما شويت في الفرن ده. بس لما اتجوزت ولقيت سلايفي ولقيت الناس كلها بيشوا فيه، وانا ببقى قاعده كده اللي هو مش عارفه اعمل حاجه، اتكسفت. قلت لا، انا زي الناس دي، زي سلايفي، لازم ان انا احاول ان انا اعمل زي ما الناس بتعمل. مش في حاجه ابقى ما بعرفش اعملها. فتعلمت وابتديت ان انا اشوي وابقى زي الناس كلها هنا، لان انا لازم اعيش زي ما الناس عايشه في المكان اللي انا موجوده فيه. فاللهم صل على النبي بقى كده، قلبت السمك كان احمر قلبته. وبعد كده بقى هطلعه كده على الباب اللي هو يتلدن بقى كده، ينزل النزازه بتاعته والسمونيه بتاعته. كده بقى خرجت بقى معاكم السمك، كان التليفون هيفصل. وكده بقى السمك اهو يا حبايب قلبي، حطيت عليه بقى التحديقه بتاعته. كان النور قاطع بقى، معلش على الاضاءه، واستنوني في فيديو جديد ويوم جديد، اسيبكم في رعايه الله. يلا يا حبايب قلبي، مع الف سلامه.